ايه الاخبار؟ انا تقريبا بقالي اكتر من 3 سنين ما ردتش على اي حد في الكومنتات، وده لان بصراحه ما كنتش مهتم اول الفتره اللي فاتت، ولكن قررت النهارده اجمع كل الاسئله المهمه اللي جات لي على كل الفيديوهات واجاوب عليها كلها النهارده. يلا بينا نبدا على طول بدون مقدمات كتير. ما تنساش بس تعمل لايك واشتراك في القناه، مش هوصيك يعني. يا فندم انا عايز اسالك سؤال، انا طالب ثانوي صناعي قسم شبكات حاسب، ينفع اخش الكليه العسكريه التكنولوجيه وابقى ايه بعد التخرج؟ الكومنت ده كان على حلقه تجربتي كطالب حاسبات ومعلومات في الجيش المصري. بص، اي حاجه ليها علاقه بالتخصصيه في الجيش، زي انك مثلا تبقى ضابط متخصص في الجيش في مجال معين، ده بيبقى بعد الكليه، بيبقى اسمك ضابط متخصص. بعد ما تخلص الكليه بتقدم كضابط متخصص، ولكن لو هتقدم بعد الثانوي على طول فانت هنا بتقدم على الكليه الحربيه عادي. مفيش بس غير تقريبا طب عسكري هو اللي فيه الاوبشن ده. السؤال الثاني من محمود سعيد، طب لو سمحت انا في كليه علوم قسم علوم الحاسب وباخد برمجه وقواعد بيانات واخد الترم الثاني شبكات، والسنه الجايه هدرس ويب واللي بعدها ذكاء اصطناعي، يعني قريب من حاسبات، فهل ممكن يقبلوني؟ هم طبعا هيقبلوك سواء انت كنت بتدرس ده او مش بتدرس ده، انت كده كده هتتقبل في الجيش بشكل عام، الا اذا كان طبعا عندك شويه عوارض طبيه او اجتماعيه بتبقى دي محدده ملهاش علاقه بالتخصص او الكليه. ولكن لو تقصد انك هتخش الجيش في قسم نظم ومعلومات، فدي برضو بنسبه كبيره ملهاش علاقه بالتخصص. يعني عادي ممكن تكون متخصص وتخش نظم معلومات، وعادي ممكن ما تكونش متخصص وتخش برضو نظم معلومات لو انت فاهم في الكمبيوتر، طبعا على حسب احتياج المكان اللي المفروض انك هتخدم فيه. ولكن لو تقصد ان السلاح بتاعك نفسه يكون زي اسلحه الناس اللي خريجين من حاسبات وهندسه، بصراحه مش متاكد من المعلومه دي، بس بنسبه كبيره لان وانت بتقدم وهم بيكتبوا بياناتك بيختاروا الكليه والتخصص، فلما يتكتب في بياناتك انك علوم حاسب بيرشحوك للاسلحه اللي فيها خريجين حاسبات. السؤال اللي بعده من ابو العربي على نفس الفيديو، تقدير الكليه بيفرق في حاجه ولا اي حاجه؟ السؤال اللي بعده كان على فيديو افضل طريقه تجيب بيها تدريب او شغل وانت في الجامعه، ودي كانت تجربتي الحقيقيه على فكره. السؤال من موتيفيشن بيقول ازاي نعمل سي في. السؤال اللي بعده تقريبا شبهه على نفس الفيديو، ازاي عملت سي في وانت طالب، قصدي كتبت ايه فيه، ممكن تفصيل اكتر لو سمحت. طيب عايز اقول لك انت كشخص بتدور على تدريب اكيد طبعا لازم يكون معاك سي في. طيب السي في ده هيكون موجود في ايه؟ لان انت طالب وممكن ما يكونش معاك اي خبره عمليه تضيفها في السي في. بص انا عايز اقول لك باختصار ان الشركه وهي بتدرب على متدرب فهي اوريدي عارفه ان هو مبتدئ، فلما بتيجي تختار شخص من وسط ناس كتير متقدمه بتركز على نوعين. النوع الاول ان يكون شخص دماغه حلوه وقابل للتعلم وقابل للاستثمار فيه، ويقدر على المدى القصير قوي يساعدهم في شغلهم الحقيقي، لان هو مش هيدربك ببلاش. فعلشان تثبت لهم ان انت شاطر لازم تكون مجهز نفسك على قد ما تقدر. زي انك مثلا لو مقدم على تدريب از ويب ديفلوبر مثلا، لازم تكون واخد كورس للويب ديفلوبمنت، لان اللي هيدربك مش هياخدك وانت زيرو، لازم يكون معاك الاساسيات، اساسيات المجال اللي انت هتتدرب فيه، علشان بس ياخدك عنده ويدربك على المشاريع الحقيقيه وفي اقرب وقت يعرف يستخدمك بشكل صح. فانت في السي في ركز جدا على اهم جزء، وهو انك اخدت الكورسات في المجال اللي انت مقدم عليه تدريب. ركز على المشاريع اللي انت اتدربت عليها. وفي حركه حلوه جدا انا بحب اعملها، وهو ان انا بكتب كل الكورسات او المواد اللي انا اخدتها في الجامعه ليها علاقه بالحاجه اللي انا اتدرب عليها. زي مثلا اخدت كورس في سي بلس بلس واقول ان انا استفدت منه كذا وكذا وكذا وتعلمت منه كذا وكذا وكذا. لو ركزت على الاجزاء دي في السي في تاكد 100% انك من المرشحين بقوه. السؤال اللي بعده من جوده، معهد علوم حاسب زي الشروق او مودرن ايه ظروفه في الجيش؟ ظروفه زيه زي غيره. المعهد طالما 4 سنين فانت كده بتحسب على العليا، فانت كده هتخدم سنه واحده. طيب هل هتنضم الاسلحه بتوع حاسبات ومعلومات؟ برضه بنسبه كبيره لان انت لما بياناتك بتدخل على الجهاز عندهم بيختاروا دايما التخصص بتاعك اللي هو علوم حاسب، فبنسبه كبيره بتترشح الاسلحه اللي بيروحوها بتوع حاسبات ومعلومات. السؤال اللي بعده من فاطمه، طب انا في معهد نظم معلومات وعايز ابقى مهندس برمجيات. فكره الالقاب دي يا ريت تمحوها من دماغكم تماما. المعهد ملوش علاقه باللقب، او بمعنى صح اي حاجه انت خريج منها ملهاش علاقه بالتايتل اللي انت هتشتغل فيه. احنا مش شغالين في حكومه. انت لما بتتعلم ديفلوبمنت مثلا بيبقى اسمك سوفت وير ديفلوبر، لما بتتعلم التستنج بيبقى اسمك سوفت وير تيستر، وبس كده. فموضوع مهندس او مش مهندسه ده طلعه من دماغك. السؤال اللي بعده من نظام، ايه الفرق ما بين مهندس سوفت ومهندس برمجيات؟ الفرق ان مهندس سوفت وير دي انجلش ومهندس برمجيات دي عربي، ده الفرق الوحيد اللي ما بينهم. السؤال اللي بعده، هل فرص العمل للبنات لخريجي حاسبات نفس فرص عمل للرجال نسبة لتجربتك في الشركات؟ بشكل عام هي نفس نسبة فرص العمل. انا مش عايز اقول ان لو في بنت وولد والاتنين بنفس الكفاءة، في شركات بتفضل البنت، لان البنات دايما معدل استقرارهم في الشركات اعلى، ما بيحبوش يتحركوا كتير. السؤال اللي بعده، انا لسه اولى حاسبات وبتعلم برمجة حاليا، هل قسم هندسة برمجيات يكون كويس ليا لو انا وصلت لتالتة حاسبات مع نود كده انها متمكنه من البرمجه؟ طيب قسم سوفت وير انجينيرنج هو نوعا ما بعيدا عن البروجرامينج،
يعني مش بتكتب كود بايدك. فلو انت حابه البروجرامينج خليكي مثلا في كمبيوتر ساينس، انما لو حابه تكملي في حاجه او تدرسي في حاجه بعيده عن البروجرامينج شويه او الكور بروجرامينج زي مثلا التستنج، ريكويرمنت انجينيرنج، سيستم ديزاين، فالسوفت وير هنا احسن. وبرضه ارجع اقول بشكل عام التخصص ما بيفرقش كتير. السؤال اللي بعده من عباس على فيديو كنت عملته كان بعنوان هل سنفقد السيطره على الروبوتات في المستقبل؟ بيقول انه من ربع المستحيل ان احنا نفقد السيطره على الروبوتات، لان العقل او الذكاء الاصطناعي، بص وانا مش عارف اكمل بس انا فهمت البوينت. انا عايز اقول ان كلامك صح، ولكن هل ممكن يحصل العكس؟ ممكن جدا. انت دلوقتي لو جبت تليفونين وشغلت عليهم شات جي بي تي وخليته التليفونين يتواصلوا مع بعض، هما الاثنين بيدخلوا في لوب ما بيخرجوش منها، بيقعدوا يتكلموا مع بعض. فانت لو عملت روبوت، الروبوت ده بيتعلم من نفسه وبيدي الاوامر لنفسه، انا مش شايف انك ممكن تتحكم فيه غير انك تشد الفيشه. السؤال اللي بعده من مصطفى، انا مش عارف اختار اي تخصص من تخصصات حاسبات ومعلومات، والتخصص السنه دي من اولى اجباري. التخصصات اللي عندي كمبيوتر ساينس، سوفت وير انجينيرنج، انفورميشن سيستم. لو هتختار لاخوك تختار ايه من التخصصات دي؟ ارجو الرد ضروري. اختيار التخصص هو مش اختيار عشوائي، هو بشكل عام التخصص ممكن ما يفرقش، ولكن المعروف ان كل تخصص بيستهدف توجهات معينه او دومين معين. فانت محتاج انك تدرس بتعمق ايه الوظائف المحتمله المحسوبه على التخصص ده. زي مثلا كمبيوتر ساينس بيحسب عليه كل الديفلوبرز، سوفت وير انجينيرنج بيحسب عليه البرودكت اونرز والبرودكت مانجرز والسوفت وير تيسترز. فده نوعا ما توجه وده توجه تاني. طبعا احنا ممكن نعمل فيديو كامل عن الفروقات دي، ولكن كنصيحه انت محتاج تبذل وقت ومجهود في انك تفهم الفروقات ما بينهم علشان تختار، ولكن ما تسيبش اي حد يختار لك. ومفيش حاجه لو انت ما درستهاش فالقطر فاتك. السؤال اللي بعده من بيدو علي، كان على فيديو كنا عاملينه مناظره ما بين طالب حاسبات وطالب هندسه حاسبات. بيقول ان الخلاصه هندسه حاسوب وحاسبات زي الطبيب والممرض، خريج هندسه الحاسوب مهندس وبيشتغل على نفسه وياخد كورسات تطوير، وفي النهايه مهندس مميز وخريج حاسبات برضه بيشتغل على نفسه ويطور من نفسه بقى مبرمج مميز، بس ده مهندس لقبا وفعلا والتاني مهندس مجازا شأنه شأن الممرض. طبعا من غير ما اكمل ده مثال غلط تمام ولا يمت للواقع باي صله. السؤال اللي بعد كده من علي، انا لسه مخلص ثالثه ثانوي وهدخل حاسبات وعايز اعرف ايه الاقسام والقسم بتاع سوفت وير انجينيرنج او هندسه برمجيات تبع انهي نقابه ومن سنه كام، اولى ولا ايه؟ بالنسبه لاقسام حاسبات هم طبعا مختلفين من جامعه لجامعه، في جامعات بيبقى متوفر فيها بعض الاقسام وجامعات تانية مبقاش متوفر فيها بعض الاقسام، ولكن بشكل عام تبقى انفورميشن تكنولوجي، تبقى سوفت وير انجينيرنج، تبقى كمبيوتر ساينس، تبقى ارتفيشال انتليجنس، وفي جامعات بيبقى فيها تخصصات انفورميشن سيستم. طيب القسم اللي هو سوفت وير انجينيرنج تبع انهي نقابه؟ كل الكليه، كليه حاسبات ومعلومات بكل اقسامها تابعه لنقابه العلميين. والتخصص بيبقى من سنه كام؟ ده برضو بتفرق من جامعه لجامعه. في ناس بيبقى التخصص من سنه اولى، في ناس بيبقى التخصص من سنه ثانيه، انا مثلا كان التخصص عندي من سنه رابعه. السؤال اللي بعد كده من اسامه، في مركز او سنتر مثلا للسايبر سيكيورتي او السوفت وير، هو المفروض عشان اشتغل في اي شركه لازم اخد تدريب الاول، وتدريب اللي هو ان اخد كورسات مثلا في مدينه نصر، هل هو ده المقصود من التدريب ولا تدريب ان اشتغل في شركات؟ ولو هنزل شركات هل لازم الاول اكون واخد كورسات وبعد كده اتدرب في الشركه، ولا هم هيعلموني من غير ما اخد كورسات؟ وازاي اعرف ان الاماكن اللي هتعلم فيها كورساتها معتمده من الشركه اللي هقدم فيها ولا لا؟ مبدئيا التدريب يعني تدريب جوه شركه، وزي ما رديت على سؤال قبل كده انك علشان تقدم على شركه تتدرب فيها لازم تكون واخد كورسز للحاجه اللي انت مقدم على تدريب فيها. فانت رقم واحد علشان تتدرب محتاج تاخد كورسات. طب هل في اماكن معتمده؟ موضوع الاماكن المعتمده ولا لا ده برضه ما بيفرقش. انا بصراحه ما عنديش معلومه عن اماكن معتمده، ولكن في سيرتيفيكيشنز معتمده، في كورسز شركات عالميه بتنزلها على يوديمي ممكن تاخدها وتستفيد بيها، ولكن هل ده هيفرق في انك تتقبل في تريننج في شركه ولا لا؟ اكيد مش هو ده الفرق الاكبر. الفرق الاكبر انك تكون فاهم وتأدي بشكل كويس في الانترفيو. السؤال اللي بعد كده من عبده، كطالب حاسبات انا عارف انه مش لازم نجيب لاب خارج، اي لاب عادي شغال، بس هل طالب حاسبات مضطر يجيب لاب ولا كمبيوتر؟ بص دي حاجه ترجع لك انت بشكل شخصي. اللاب تقدر انت تتحرك بيه في اكتر من مكان، والكمبيوتر هو ثابت في مكانه، ولكن دايما الكمبيوتر رغم انه ممكن يكون سعره قليل ولكن امكانياته اعلى، فانت شوف الانسب ليك واعمله. السؤال اللي بعد كده من خالد سليمان، كانت على حلقه هل سنتحدث مع الحيوانات في المستقبل. بيقول ان سؤال جه في بالي بجد، هل لو قدرت اتواصل مع الحيوان وفي نفس الوقت عايز اذبحه يا ترى هيكون ايه الوضع؟ بص هو انا لو قدرت اتواصل مع الحيوان ده في حد ذاته انجاز، والانجاز التاني انه يبدا يفهم معنى كلمه ذبح اصلا. يعني هو انجاز افهم هو عايز ايه، ولكن برضه في انجاز اكبر من كده ان انا اقدر افهمه انا عايز ايه، فنفهم ان انا عايز اذبحه اكيد هيجري زي اي رد فعل الحيوان طبيعي. لما بيسمع صوت حيوان مفترس بيجري
ينزلوا ويستخبوا، نفس الكونسيبت. السؤال اللي بعد كده منا، انا مجموع بيدخلني طب او اي حاجه تانية عادي، بس انا محتاره بينه وبين كمبيوتر ساينس، خاصه ان بنت وشايفه سنين طب كتير، لكن انا ما عنديش مشكله من ناحيه دراسته نفسها، فايه نصيحتك؟ طيب طب وكمبيوتر ساينس مجالين مختلفين تماما، ولكن لو هنبص لها من موضع اجتماعي شويه، زي ان انا مثلا كبنت والطب ده سنينه كتير وبعد الشغل طبعا مش مستقر، وخصوصا ان المنافسه بقت شرسه في الايام اللي احنا فيها دي، هنا ممكن تكون كمبيوتر ساينس افضل، لان في اوبشنز موجوده في كمبيوتر ساينس، زي انا ممكن اشتغل من البيت، ممكن اشتغل فريلانس، دي اوبشنز مش متوفره شويه في المجال الطبي، ولكن طبعا احنا مش هنفضل بناء على المجالات، لان المجالات مختلفه تماما ودي حاجه ترجع لك انت. السؤال اللي بعد كده من زبير، هل مهندس البرمجيات بيعتبر مهندس ولا لا؟ فهمني انت بس ايه مقياس المهندس ده من ناحيتك وانا اقول لك هو مهندس ولا لا. السؤال اللي بعد كده من يوسف، ينفع ادخل حاسبات من ادبي؟ لا ما ينفعش. السؤال اللي بعد كده من محمد، لو في شخص اخذ دبلومه علوم الحاسب من جامعه القاهره كليه الدراسات العليا، ده كويس يعني تبقى زي اللي درس علوم حاسب؟ انا بصراحه مش فاهم السؤال قوي، ولكن الواضح هي مقارنات لطرق تعليميه للمجال، والسؤال ده رده واضح، في ناس خريجين تجاره شغالين في المجال عادي، فده مش عائق خالص على الاقل في الايام اللي احنا فيها دي. السؤال اللي بعد كده، انا طالب هندسه برمجيات وما بقدرش افهم معنى البرمجه، يعني فرضا مثلا جافا، انا بعرف الاساسيات والاوبجكت اورينتد، بس لما افتح كود بلاقي فيه ملايين التعليمات والمكاتب وحاجات انا اول مره اشوفها، فبحس ان انا ما اعرفش حاجه. فالسؤال هنا، هل لازم اكون عارف كل المكاتب دي؟ ولما بيسال حد بيرد عليه ويقول له ان اللي يلزمك تعرفه واللي ما يلزمكاش ما تعرفوش، وهو ما يعرفش ازاي يفرق بين اللي يلزمه واللي ما يلزموش. بص، انت لما بتتعلم البرمجه بتبدا الاول بكونسبتس بسيطه جدا، انت اللي تقريبا اللي بتكاري كل حاجه بنفسك، كل سطر كود انت اللي بتكتبه بنفسك، ولكن لما بتتطور بتبدا تعتمد على مكتبات وفريم ورك، انت على الاقل بتكون فاهم الفريم ورك اللي بتستخدمه ده هيفيدك بايه، او المكتبه اللي هتستدعيها دي بتستدعيها علشان ايه، وبتفهم ايه العناصر اللي انت هتتحكم من خلالها في الحاجه اللي انت عايز تعملها. يعني انت مثلا استدعيت مكتبه بترسم مكعب وانت محتاج انك تكبر المكعب ده شويه، فهتروح على الفاريبل الخاص بالتكبير والتصغير تزود الفاليو بتاعته. طبعا في حاجات تانية موجوده ملهاش علاقه بالعناصر الاساسيه دي، هل دي انت لازم تعرفها؟ عادي، لو عايز تعرفها اعرفها، ولكن مش لازم، لانها مش هتاثر معاك في شغلك دلوقتي، انت خلاص خدت من المكتبه اللي انت عايزه. قيس بقى على الكونسيبت ده كل حاجه. السؤال اللي بعد كده من اميره، لو سمحت تخصص الاي تي ليه مش موجود في كليه الاهرام الكنديه؟ وهل هو موجود في جامعه مصر لعلوم التكنولوجيا ولا لا؟ طبعا ده سؤال شخصي ليا، لان انا خريج جامعه الاهرام الكنديه، فالتخصص هو اوريدي كان موجود، ولكن هل هو موجود في مصر لعلوم التكنولوجيا ولا لا؟ بصراحه ما عنديش علم، ولكن بنسبه كبيره برضه موجود. السؤال اللي بعده من محمد، هل لازم يكون معايا انجلش عشان اعرف اقدم على حاسبات معلومات؟ يعني يقصد حتى لو نص نص. الانجليش مهم جدا، ولكن ما بيتوقفش عليه دخولك للكليه او لا، يعني الانجليش اللي انت خارج بيه من الثانوي، زي انك بتعرف تقرا بشكل كويس ويعني بتسمع برضه بشكل كويس، فده كافي جدا، ولكن لما تدخل الكليه طبعا لازم تبدا تطور من نفسك فيه، ومش علشان الكليه اكتر من انك هتحتاجه علشان تسمع كورسات، ممكن تحب انك تشتغل فريلانس مع ناس من بره مصر، او حتى بعد ما تتخرج انك تشتغل مع ناس من بره مصر، فالجزء ده مهم جدا. السؤال اللي بعده كده بيقول، ممكن تقول لي كورسات اخدها؟ انا داخله اولى حاسبات السنه دي. الكورسات اللي ممكن تأهل بيها نفسك قبل ما تدخل الجامعه، رقم 1 CS50، ده بيديك اساسيات في الكمبيوتر ساينس بشكل عام، وبيفهمك يعني ايه بروجرامنج لانجويج، وبيفهمك يعني ايه داتا ستراكشر، ويعني ايه الجوريزمز، بيفهمك مفاهيم كتير جدا ومهمه. بعد كده ممكن تبدا تاخد اول خطوه بانك تتعلم بروجرامنج لانجويج بشكل كامل زي بايثون مثلا، ده هيفرق معاك قوي لو انت خدته قبل الجامعه وكنت جاهز بيه. السؤال اللي بعده كان على حلقه افضل طريقه تجيب بيها تدريب او شغل وانت في الجامعه. السؤال كان بيقول، ايه رايك، اتصل عليهم احسن ولا ابعت ايميل؟ طبعا هو يقصد وانا بتواصل مع الشركات، اعمل الاثنين. الميل هو حاجه بروفيشنال مهم جدا انك تعملها، وثبت عندك تمبلت لميل معين ابعته لكل الشركات، والفون عشان تقصر المسافه شويه، ولكن موضوع الفون ده تلاقيه ماشي معاك شويه في الشركات الصغيره، انما الشركات الكبيره ابعت ميلز بس، لان هم ممكن ما يردوش عليك اصلا من الفون، ولو حد رد عليك مش هيفيدك. السؤال اللي بعده من ليس، هل يمكن التعليم الذاتي في المعاهد؟ وهل التعليم الذاتي هو اقل قوه من التعليم في الجامعه ولا على حسب الخبره؟ انا مش فاهم يعني ايه هل يمكن التعليم الذاتي في المعاهد، بس التعليم الذاتي مش اقل قيمه ولا حاجه لو عملته صح. بقى موجود على يوديمي دلوقتي كونتنت رهيب جدا تقدر تعتمد عليه ويخرجك تنافس في السوق. السؤال اللي بعد كده من يوسف، يا جماعه هي البرمجه محتاجه ذكاء او كده عشان اي حد يتعلمها؟ انا بصراحه ما اعرفش الذكاء بالنسبه لك تقصد بيه ايه، ولكن عايز اديك مثال. الناس الشاطره جدا في الثانوي مثلا ممكن ما تعرفش تمشي في كليه حاسبات ومعلومات، لان اللي بيفرق ما بين اشطر واحد هنا واشطر واحد هنا هو اللوجيك ثينكينج، التفكير المنطقي، فالبرمجه محتاجه اللوجيك ثينكينج. السؤال اللي بعد كده، كورس CS50 لو انا مبتدئ في البرمجه هيعلمني وهيعرفنا عن مجال البرمجه؟ ايوه هيعلمك وهيفيدك في حاجات كتير. السؤال اللي بعد كده من ياسين، ايه الفرق بين التعليم الخاص والتعليم العام؟ مفيش اي فرق. السؤال اللي بعد كده من احمد، لو سمحت عندي سؤال بخصوص كليه حاسبات وعلوم بيانات جامعه اسكندريه، انا من اسكندريه ومحتار ادخلها ولا
ادخل كليه حاسبات ومعلومات في اي محافظه تانية؟ لان اللي عرفته ان اللي في اسكندريه بتدرس قسم نظم معلومات بس. فلو حضرتك تعرف اي معلومه ممكن تفيدني. انا بصراحه ما اعرفش اي معلومه، بس لو انا في نفس مكانك هدخل اقرب حاجه ليا، ان تكون جامعتي قريبه مني. ده هيديني مميزات ان انا اذاكر واعرف اركز. من الاخر مفيش حاجه هتشتتني او تفرهدني، لان زي ما احنا قلنا بعد التخرج ما بيفرقش بالظبط انت خريج من انهي قسم. السؤال اللي بعد كده بيقول انا عمري ما اشتغلت قبل كده وانا في نظم معلومات ولسه داخله سنه رابعه وما تخصصتش لسه، ايه المناسب ليا اقدر اقدم فيه؟ لو انت دلوقتي في سنه ثالثه وداخل على سنه رابعه ومش عارف انت هتكمل في ايه، ومش عارف انت عايز تتخصص في ايه، ومش عارف انك هتخرج تشتغل ايه، دي مشكله كبيره. انت محتاج تعيد حساباتك وتحاول تتواصل مع ناس كتير متخرجه وتركز وتشوف ايه الخطوات اللي انت محتاج تعملها. ايه هي بقى الخطوات اللي انت محتاج تعملها؟ انا بصراحه ما اقدرش اقول لك عليه. انا ما اعرفش انت هتحب مثلا تاخد الطريق الاسهل، الطريق الاصعب، هتاخد طريق مكلف، طريق مش مكلف، ولكن حاول تتواصل مع ناس اتخرجوا واسمع من كل واحد هو شغال ايه بالظبط وبيعمل ايه. ولو حسيت ان في حاجه من اللي قالوها لك دي متوافقه معاك ومع امكانياتك ركز فيها وكمل فيها للاخر. السؤال اللي بعد كده محمد، انا قدامي معهد عالي حاسبات الشروق مش في غير قسم كمبيوتر ساينس، وقدامي كليه علوم قسم حاسب، هل في فرق ما بينهم وانهي افضل؟ فكره انهي افضل دي خلاص حسمناها، قلنا بعد كده مش فارق معاك انت خريج ايه بالظبط، ولكن ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان كليه علوم ممكن تدرس فيها حاجات مختلفه بعيده شويه عن المجال، ولكن معهد حاسبات هتلاقيه مركز اكتر في المجال. بصراحه انا لو مكانك هشوف ايه اقرب لي واوفر لي وهروح. السؤال اللي بعد كده من مريم، طب لو انا هدخل حاسبات ما عنديش اي فكره عن البرمجه، فمن الاخر يعني اعرف امشي فيها ولا الموضوع معقد؟ انا واحد من الناس ما كنتش اعرف يعني ايه برمجه لحد ثالثه ثانوي، فانت ممكن تبدا بكورس CS50 وتجربي نفسك. لو حسيت ان الموضوع تمام فهو تمام، حسيت انه طلاسم فهو خلاص معقد. السؤال اللي بعد كده من مصطفى، هو ينفع اشتغل مبرمج في الشركه بدون ما ادخل حاسبات ومعلومات؟ ينفع، انا معايا ناس خارجين تجاره عادي. السؤال اللي بعد كده من هدى، لو سمحت لو تعرف حاجه بخصوص المنح، لو انا اقدر احصل على منحه لاي جامعه فيها حاسبات ومعلومات، لان بصراحه الامكانيات الماديه على قد. بصراحه انا ما عنديش اي معلومات عن المنح، كان في حلقه عملها احمد ابو زيد عن المنح ممكن تشوفيها، ولكن انا رد انا كاحمد على السؤال ده، انت عادي ممكن تدخلي الكليه اللي انت جايباها وتبداي تذاكري مع نفسك، طبعا لو انت مهتمه بالمجال. المصادر متوفره وكتير جدا على الانترنت وفري. السؤال اللي بعد كده من عبد الرحمن، هو انا لو ما اتعلمتش برمجه قبل كده ولا اتعلمت حاجه في مجال حاسبات وكنت مجرد مستهلك بستخدم الكمبيوتر وخلاص، ينفع نقطه البدايه بتاعتي تكون لما ادخل القسم ولا هبقى متاخر والكليه مش هتاهلني لسوق العمل؟ السؤال ده تقريبا نفس سؤال هل البرمجه معقده ولا لا. جرب نفسك بCS50 لان البروجرامنج مختلف عن الكمبيوتر واستخدامك ليه، فجرب نفسك في CS50 ولو تمام فهو تمام. السؤال اللي بعد كده من صلاح، هل لما اتخرجت لقيت شغل؟ الحمد لله لقيت شغل. السؤال اللي بعد كده من روضه، لو سمحت نظم معلومات فيها رياضه؟ طبعا فيها رياضه بالذات في اول سنتين، اصلا الكليه كانت متاحه بس لخريجين علم رياضه. السؤال اللي بعد كده من عيشه، دورت كتير على تدريبات ومش عارف. رقم 1 اهلي نفسك للتدريب، خدي كورس في مجال معين. رقم 2 اعملي CV محترم زي ما اتكلمنا في البدايه. رقم 3 اتدربي شويه على الانترفيوز مع نفسك، اعملي بروفات مع نفسك قدام المرايه علشان تاخدي ثقه، الموضوع ده بيفرق جدا. السؤال اللي بعد كده من منار، طيب حاسبات تبع انهي نقابه؟ حاسبات تبع نقابه العلميين. السؤال اللي بعد كده بيقول ممكن تقول لي افضل جامعه تدرس قسم السايبر سيكيورتي؟ صراحه انا لحد دلوقتي ما سمعتش عن جامعه مميزه في دراسه السايبر سيكيورتي ده للاسف طبعا. السؤال اللي بعد كده بيقول انا عايز اتعلم برمجه مجال الموبايل ابلكيشن لكل الانظمه ومش عارف ابدا منين، مع العلم ان صفر في اي لغه. طيب انت في الاول فعلا محتاج تتعلم برمجه، محتاج تاسس نفسك، تفهم يعني ايه بروجرامنج، يعني ايه بروجرامنج لانجويج اصلا، بعد كده تبدا تتخصص في مجال الموبايل ديفلوب. ولو تقصد بمجال الموبايل ديفلوبمنت لكل الانظمه يعني الكروز بلاتفورمز اللي بيشتغل على ايفون واندرويد، فانت سرش على المسار التعليمي لفلاتر، ولكن ده بعد ما تدرس البيزكس الاول. السؤال اللي بعد كده من عبد الله، طب لو انا في هندسه قسم ميكانيكا انتاج، ايه قنوات اليوتيوب يقصد اللي تنصحني بيها، او مين الشخص اللي المفروض اوصل له في البرمجه؟ السؤال ده عام جدا، قنوات اليوتيوب بتختلف على حسب محتواها. لو انت بتدور على اساسيات هتلاقي في قنوات يوتيوب مركزه بس على تقديم الاساسيات، ولو بتدور انك تتعلم لغه برمجه معينه هتلاقي برضو قنوات يوتيوب تديك لغه البرمجه دي، ولو بتدور على مسار تعليمي معين لمجال معين هتلاقي في قنوات يوتيوب متخصصه في المجالات دي، فعلى حسب انت محتاج ايه بالظبط هتسرش بيه هيطلع لك الاف القنوات. السؤال اللي بعد كده من احمد عدوي، انا في سنه اولى حاسبات وحاسس ان انا ضايع. بصراحه كلنا كنا حاسين ان احنا ضايعين، ولو عايز مني نصيحه اي ماده تاخدها او اي كورس تاخده هو ليه ريفرنس كتير على يوتيوب، خد اسم الماده، خد
اسم الكورس، سرش بيه على يوتيوب هتلاقي الاف الناس اللي بتشرح الكونتنت ده، اسمع منهم وتعلم منهم وحاول تقرا كتير في كل حاجه. شات جي بي تي دلوقتي يقدر يساعدك انك تفهم اي حاجه، فحاول انك تتبع الاسلوب اللي بقول لك عليه ده وان شاء الله تحس بفرق. السؤال اللي بعد كده محمد عماد، انا قسم علوم حاسب، اقدر بعد ما اخلص اشتغل في امن المعلومات ولا لا؟ طبعا تقدر لو جهزت نفسك ليه وذاكرت. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه متوسط اول مرتب بتحط لك اول ما تشتغل؟ المرتب بيختلف على حسب انت هتشتغل ايه وفين، وعايز اقول لك ان فين دي بتفرق اكتر ما انت هتشتغل ايه. يعني مثلا لما تشتغل سوفت وير ديفلوبر غير انك تشتغل يو اكس يو اي ديزاينر غير انك تشتغل سوفت وير تيست، كل مجال فيهم ليه رينجات مختلفه. وبرضه لو انت شغال في شركه متوسطه غير لما تكون شغال في شركه انترناشونال او مالتي ناشونال. ممكن مرتب واحد ميد ليفل في شركه مالتي ناشونال بياخد قد مرتب تيم ليدر في شركه عاديه عادي جدا. ولكن برضه انا عايز اقول لك ما تحسبش على اول مرتب، لان انت في الاول اهم حاجه انك تدخل شركه وانك تتعلم وتفهم سوق العمل، بعد كده الفلوس هتيجي لوحدها. السؤال اللي بعد كده من عمر، رايك ايه في كليه الذكاء الاصطناعي، كليه تكنولوجيا الفضاء والاتصالات؟ مجالات الاي اي دلوقتي هي المستقبل، وهيبدا في الفتره اللي جايه توفر لها فرص عمل بشكل كبير. كليه تكنولوجيا الفضاء والاتصالات انا بصراحه ما عنديش معلومه عنها، ولكن بما بنتكلم عن حاسبات ومعلومات فانا برشح لك طبعا الذكاء الاصطناعي. السؤال اللي بعد كده بيقول هل كليه علوم قسم حاسب في فرق بينها وبين حاسبات ومعلومات؟ اللي هو انا لو قدمت على شغل وواحد خريج حاسبات قدم على نفس الشغل واحنا الاثنين نفس الامكانيات، هيفضلوا خريج حاسبات عني؟ انا عايز اقول لك انكم انتوا الاثنين لو نفس الامكانيات في حاجات كتير قوي هيبصوا لها، الكليه مش حاجه منهم خالص. يعني هيبصوا على الكوميونيكيشنز سكيلز بتاعتك قبل ما يبصوا على الكليه، ممكن يبصوا على انك ساكن فين وممكن تكون قريب من الشغل ولا لا عن انهم يشوفوا الكليه. السؤال اللي بعد كده، هل الكليه للبنت مستقبلها حلو؟ انا شايف طبعا الكليه للبنات حاجه كويسه جدا، وزي ما قلت قبل كده لانها بتتيح ليها انها ممكن تشتغل من البيت، ممكن تشتغل فريلانس، ودي حاجه مش متوفره دلوقتي في معظم المجالات. السؤال اللي بعد كده بيقول القسم الخاص في حاسبات ومعلومات اللي هو سوفت وير انجينيرنج بمصروفات من 10 ل 20,000، هل ده افضل او الاقسام المجانيه افضل؟ وهل ممكن اخد كورسات في هندسه برمجيات؟ لو انا اللي في الموقف ده انا مش هدفع فلوس، انا ممكن عادي جدا اخد كورسز الخاصه بسوفت وير انجينيرنج واللي هي اوريدي متوفره جدا على الانترنت، وبرده علشان زي ما قلت بعد التخرج الموضوع مش هيفرق كتير. السؤال اللي بعد كده محمد، ايه مواصفات اللاب اللي ممكن اجيبه عشان ادرس واشتغل عليه؟ مواصفات اللاب لكليه حاسبات ومعلومات هي مواصفات متوسطه، يعني اي لاب برامات 4 جيجا مثلا هيشتغل معاك عادي، فما تقلش على نفسك في البدايه وحاول تمشي الدنيا. السؤال اللي بعد كده بيقول هل الشخص اللي درس التخصص الادبي في الثانويه يقدر يتعلم البرمجه؟ طبعا يقدر. السؤال اللي فات الخاص بالادبي، هل يقدر يدخل الكليه ولا لا؟ لا ما يقدرش، انما يقدر يتعلم برمجه عادي. السؤال اللي بعد كده من مازن، انا اولى ثانوي ازهر وعايز ادخل حاسبات بس الازهر مش فيه حاسبات، اعمل ايه؟ في نفس السؤال تاني من احمد بيقول انا هل ممكن ادخل الكليه من الازهر بالمعادله؟ لان في ناس كتير قالوا لي لا مش ممكن. انا كاحمد كنت موجود في ازهر، والازهر في حد ذاته مفيش فيه كليه حاسبات ومعلومات، هو موجود فيه كليه هندسه قسم حاسبات. ده بالنسبه للسؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو انا اقدر اعمل معادله، طبعا لو مقدم على جامعه خاصه بيعملوا لي معادله زي ما انا عملت، ولو مجموعه جاب التنسيق بتاع الجامعه دي تدخل عادي، انما انك تنقل من الازهر لجامعه حكومه بمعادله دي ما شفتهاش. طبعا انا بني بعد الكومنتات عن الموسيقى، ولكن من 13 يوم بس هتلاقي كومنت بيقول ان كويس ان مفيش موسيقى، فانا عايز اقول لكم ان كل الفيديوهات بتاعتي اللي جايه مفيش فيها موسيقى خالص، وانا اوريدي بدات الموضوع ده من بدري. الكام سؤال اللي بعد كده عن الانجليش. اول سؤال من احمد بيقول ازاي اتغلبت على مشكله متابعه الكورسات بالانجليش. احمد تاني بيقول طيب بالنسبه للكليات اللي بتعمل امتحان انجليش في التقديم ده ايه نظامها؟ في كومنت تاني بيسال هل محتاج يكون معايا شهاده في الانجليش؟ طيب تعال نبدا من الاول، ازاي اتغلبت على متابعه الكورسات بالانجليش؟ ودي طبعا بالممارسه والتعليم المستمر، في قنوات يوتيوب وابلكيشنز دلوقتي بتساعدك بشكل كبير في الموضوع ده. وبالنسبه للكليات اللي بتعمل تقييم للانجليش قبل ما تدخل عندها، دي بتبقى بنسبه كبيره جامعات هتدرس جواها بالانجليش، وبنسبه كبيره كمان بتبقى الامتحانات دي تقييم علشان يشوفوا هل هم محتاجين يبداوا معاك من انهي ليفل. مفيش بس غير جامعات محدوده جدا هم اللي ممكن يرفضوك لو انت مش كويس في الانجليش، ولو اترفضت منهم فانت اوريدي انت ميح خالص. ولكن انت لو عندك البيزكس اللي اوريدي كلنا درسناه في الثانويه مثلا هتعرف تعدي عادي. وبالنسبه للسؤال الثالث، مفيش اي متطلبات لاي شهاده تثبت انك بتفهم انجليش عشان تشتغل في اي وظيفه او في اي مجال. الانترفيو هو اللي بيحدد، لو الانترفيو بالانجليش وعرفت تأدي وتتكلم بشكل كويس خلاص انت مش محتاج اثبات. السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت هو معهد حاسبات ومعلومات ينفع اكمل منه كليه
لو جبت تقدير في اول سنه؟ لا طبعا، الكونسبت ده مش ماشي هنا. سؤال تاني من مريم: ينفع بعد معهد حاسبات ومعلومات اكمل كليه حاسبات؟ هو لو ينفع هي اصلا ملهاش لازمه، طالما مجموعك ما جابهاش من الاول يبقى مش هيجيبها تاني، ما همش مترتبين على بعض. السؤال الاخير من احمد حمزه: انا حابب اتعلم برمجه وما عنديش اي خلفيه، ممكن تقول لي ايه القناه اللي ممكن ابدا بيها وابدا اتعلم ايه؟ زي ما انا قلت قبل كده، ابدا اتعلم الاساسيات، ابدا بسي اس 50. بعد ما تتعلم السي اس 50 ابدا اتعلم بروجرامنج لانجويج فروم ستارت تو اند. ولو عايز ترشيح لقنوات هتلاقي 1000 فيديو تقريبا يديك ترشيح لقنوات، ولكن انا حابب انك تعمل ده بنفسك لان اساليب الشرح مختلفه، فانت ممكن تقدر تفهم من حد غيرك ما يقدرش يفهم منه، فانك تدور على حد مناسب تتعلم منه ده مش تضييع وقت. جرب واحكم وشوف بنفسك وبس كده. اتمنى تكون الحلقه مفيده وعجبتكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.